ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ودايما في تفوق ودايما في نجاح ودايما سعاده ان شاء الله. جاي سؤال: ازاي انظم وقت المذاكره في رمضان؟ طبعا شهر رمضان ده شهر طويل، يعني 30 يوم ما ينفعش ان احنا ما نستغلهمش في المذاكره. طيب هنمشي ازاي؟ انا في تقديري انا، وطبعا في اختلافات نسبيه بين الطلبه، ولكن انا في تقديري افضل وقت للمذاكره بعد صلاة التراويح لقبل صلاة الفجر، وممكن تزود عن صلاة الفجر ساعة كمان. تمام. طيب هيمشي ازاي؟ هتصلي المغرب، تصلي العشاء، تصلي التراويح، ترتاح شوية، تذاكر ساعتين، تاخد بريك ساعة او نص ساعة وتبدأ تذاكر تاني. ده بالنسبة لي انسب وقت. طيب في ناس عايزة تذاكر الصبح، في ناس عايزة تذاكر مثلا بعد الظهر بعد العصر، دي فروقات نسبية. في ناس بتبقى حابة ان هي تذاكر في الوقت ده، ولكن انا بالنسبة لي بفضل وقت المذاكرة اللي يكون فيه نوع من يعني تعرف تاكل وتشرب وكده، لان المذاكره مجهده. في المذاكره يعني مجهده عقليا، فلازم اللي انت بتحتاج اكل وشرب عشان تقدر تركز. هتشرب شاي، هتشرب نسكافيه، فده بالنسبه لي افضل وقت. مش معنى كده ان الاوقات التانية ما ينفعش تذاكر فيها، ما تخليش عندك حجه، لا انت تعرف تذاكر في اي وقت. ولكن ده تقديري انا. تمام. اشوفكم على خير يا رب باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ودايما في تفوق وسعاده. اشوفكم على خير. سلام.